وصفة من التراث الفلسطيني وبشكل خاص من مدينة الخليل المشهورة بالعنب وبدبس العنب، واسمها حمرا وبيضة. وصفة رائعة وبتشهي من الوصفات اللي شوي يمكن مش معروفة. راح أحط الحليب والسكر والنشا، المقادير كلها مكتوبة بالأكواب والملاعق المعيارية، بحركهم على البارد وبعدين بحطهم على نار متوسطة مع استمرار التحريك لحتى يوصل لمرحلة الغليان. وهون لما الحليب خلص وصل لمرحلة الغليان بضيف معلقة صغيرة من ماء الزهر وخلص برفعه على النار. بسكبه بصحون التقديم، بسكب تقريبا تلتين الكوب وبخليه فاضي الباقي، وبحطه في التلاجة شايفين بهذا الشكل لحتى يبرد تماما. الكمية رح تعمل لي 4 مقادير بهذا الحجم. وهلا رح انتقل للطبقة الثانية، عندي المي ودبس العنب والنشا، ونفس الاشي بحركها اول اشي على البارد، بعدين بحطها على النار مع استمرار التحريك، ما بشيل ايدي منها لحتى توصل مرحلة الغليان. وهلأ بسكبها بعد ما جهزت عندي فوق طبقة المهلبية البيضة، بعد ما تكون جمدت عندي تماما وباردة تماما. وبرجع بحطها كمان بالثلاجة لحتى تبرد وتتماسك، بزينها بالمكسرات حسب الرغبة. قدموها باردة وطعمتها عن جد بتشهي، ومثل ما كتب الشاعر: الشهد في عنب الخليل وعيون ماء سلسبيل، هي إرث جيل بعد جيل وكفاح تاريخ طويل، جنان جنان بعمر الزمان وما للدخيل بها من مكان.